في حاجات في الدنيا لما تعرفها بتحس إنك كنت عايش وما تعرفش نص الحقيقة، وموضوعنا النهاردة واحد من الحاجات دي. هحكي لك عن أسرار من أسرار القوة المصرية، قوة مش أي حد يعرف تفاصيلها، قوة لو اتكلمت عنها مع حد ممكن يقول إنك بتهول، بس الحقيقة أقوى من الخيال. مستعد؟ طيب اربط الحزام، لأننا داخلين نحكي حكاية فرقة من أقوى وأخطر الوحدات العسكرية في العالم كله، فرقة الثلاث تسعات. ركز معانا في الفيديو وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار. تخيل معايا فرقة كاملة من البشر زي أي بشر، ناس عندهم قدرات خارقة بجد مش أفلام. في العمليات بينسوا إنهم بشر وبيتخلوا عن إنسانيتهم، وبيبقوا وحوش ضارية محدش يقدر يوقفهم. دول مش بس مدربين، دول اتخلقوا علشان يتحدوا المستحيل. بس قبل ما أدخل في التفاصيل، قولي، عمرك سألت نفسك ليه مصر رغم كل التحديات والظروف لسه صامدة وقوية؟ جزء من الإجابة هو الناس دي، فرقة الثلاث تسعات. كل جيوش العالم عندها وحدات خاصة بتتعامل مع المهام المستحيلة. أمريكا عندها قوات السيل، روسيا عندها سبنتس ناز، بريطانيا عندها SAS، ومصر عندها فرقة الثلاث تسعات. مش بس وحدة قوية، دي وحدة بتحارب من وهم صغيرين، بيتم اختيارهم من صفوة الصفوة. تخيل بيتم انتقائهم من أبناء وحدات الصاعقة اللي هم نفسهم صفوة الجيش المصري. أقول لك على حاجة هتصدمك، الفرد الواحد في فرقة الثلاث تسعات بيتعلم يطير بطيارة مقاتلة، وبيسوق دبابة، وبيستخدم المدافع الثقيلة، وبيقفز بالمظلات، ويشتغل قناص، وكل ده بإتقان غير عادي. يعني بدل ما تحتاج فرقة كاملة من الجيش تنفذ مهمة معقدة، جندي واحد بس من الثلاث تسعات ممكن يعملها لوحده. الفرقة دي مش بس موجودة علشان مكافحة الإرهاب، لأ، دي بتشتغل في الحروب، وبتنزل خلف خطوط العدو لتنفيذ عمليات سرية في منتهى الخطورة، عمليات زي تحرير رهائن أو تدمير منشآت عسكرية استراتيجية. ودي مش مبالغة، ده حصل فعلا. عايز تعرف أكتر؟ فرقة الثلاث تسعات بتنقسم لعدة مجموعات داخلية، وكل مجموعة متخصصة في نوع معين من العمليات، زي القتال في البيئات الصحراوية، القتال داخل المدن، العمليات البحرية، وحتى حرب العصابات. وعلشان الجندي يكون جاهز لأي موقف، بيتلقى تدريبات مشتركة مع قوات أجنبية، زي تدريبات في غابات الأمازون، وتدريبات في السلوك في أوروبا، وتجارب عملية في بيئات مختلفة. وبيتم تدريبهم كمان على تقنيات البقاء في أصعب الظروف، زي الصمت التام تحت الماء لساعات طويلة، والزحف لمسافات طويلة في مناطق عدائية بدون أي كشف. بيتعلموا كمان إزاي يستخدموا أي أداة بسيطة كسلاح. تعال ارجع بيك لسنة 2015، يوم 15 فبراير، يوم العالم كله وقف فيه في ذهول. داعش نشروا فيديو بشع بيقتلوا فيه 21 مصري في ليبيا. الموقف كان صعب، ليبيا وقتها كانت غابة مليانة ميليشيات وإرهابيين، والجيش الليبي نفسه كان منقسم. بس مصر ردت، وردت بأقوى رسالة. الكل افتكر إن الضربات الجوية المصرية هي الرد، لكن اللي محدش يعرفه إن دي كانت مجرد الستار. في نفس اللحظة اللي الطيارات المصرية كانت بتضرب فيها أهداف داعش من الجو، كانت طيارة تانية بتنزل قوات الثلاث تسعات في قلب مدينة درنا، معقل داعش في ليبيا. وبتكتيك عالي جدا قدروا يدمروا معسكر أبو كريم الوهداني بالكامل. النتيجة قتل أكتر من 150 إرهابي، وأسر عدد كبير منهم، واتنقلوا لمصر لمحاكمتهم. وفرقة الثلاث تسعات فقدت بس 2 من أبطالها. اوعى تفتكر إن العمليات دي سهلة. المثير كمان إن العملية دي اتعملت بتخطيط دقيق، اعتمد على صور الأقمار الصناعية وتقارير استخباراتية من عملاء داخل ليبيا، وتحليل بيئي كامل للمنطقة.
وده بيوضح إن وراهم ماكينة استخبارات على أعلى مستوى. وعايز تعرف حاجة؟ المخابرات العامة المصرية بتشتغل دايماً بالتوازي مع فرقة الثلاث تسعات، وبيتم تزويدهم بأحدث الأدوات والبيانات من الأقمار الصناعية وتقارير يومية عن تحركات العدو. اوعى تفتكر إن العمليات دي سهلة، دي بتتطلب تدريب قاسي جداً. الفرد منهم بيقضي شهور في عزلة، تدريبات على التحمل البدني والنفسي، أكل الزواحف في الصحراء، النوم في ظروف مستحيلة، القفز من ارتفاعات خرافية، كل ده علشان في اللحظة الحاسمة ما يفكرش ولا يتردد. وعايز أقول لك على موقف تاني. لما تم احتجاز عشرات العمال المصريين في مدينة طرهوانة الليبية من قبل الإرهابيين، المخابرات المصرية عرفت وبدأوا ينسقوا مع حكومة الوفاق الليبية. لكن اللي محدش كان يعرفه إن قوات الثلاث تسعات كانوا بالفعل داخل ليبيا، وكانوا متوزعين في شوارع طرهوانة من غير ما حد يحس. في لقاء تلفزيوني مع أحد الرهائن بعد ما رجعوا مصر، قال إنه قابل جندي مصري بزي زيتي، قال له اطمنوا إحنا في ظهركم. وفعلا تم تحريرهم ورجعوا مصر سالمين. الفرقة دي مش بس بتقف عند حدود مصر، في عملية تانية في تشاد لما اتخطف عدد من السياح الأجانب من قبل عصابة مسلحة. مين بقى اللي راح هناك؟ قوات الثلاث تسعات. دخلوا وكر العصابة وقضوا على 15 مجرم ورجعوا بالسياح سالمين. طب هل الفرقة دي معصومة من الخطأ؟ لا، حصلت عملية واحدة بس فشلوا فيها، وكانت في قبرص 1978 لما تم احتجاز طائرة مصرية هناك. القوات المصرية وصلت عشان يحرروا الرهائن، لكن سوء التنسيق مع القوات القبرصية أدى لإطلاق النار على أبطالنا وسقط منهم شهداء. ورغم كده المهمة اتنفذت وتم تحرير الرهائن. الفرقة دي بيقودها ناس زي اللواء نبيل أبو النجا، اللي هو نفسه قال إحنا بنختار الناس دي من صغرهم، بنربي فيهم القوة والصبر علشان يوم ما يحتاجهم الوطن يكونوا قدها. وأكد إن فرقة الثلاث تسعات هي أخطر وحدة في الجيش المصري. من حيث التسليح حدث ولا حرج. الجندي معاهم بيحمل رشاش أمريكي M4A1 وبندقية هجومية سويسرية SIG 552 ونظارات رؤية ليلية متطورة وعدسات مكبرة خارقة ودرع واقي MBC 001، بمعنى تاني مستعد لأي ظروف. التقارير الدولية بتقول إيه؟ موقع إنسايدر الأمريكي صنف فرقة الثلاث تسعات من أقوى الوحدات الخاصة في العالم، وأكد إن مصر عندها واحدة من أكبر وأقوى القوات الخاصة عالمياً. بس تعالى نسأل سؤال مهم، هل الفرقة دي عندها تحديات مستقبلية؟ أكيد، العالم كله بيتغير، التكنولوجيا بتتطور والتهديدات كمان. من المتوقع إنهم يدخلوا تدريبات على الحروب السيبرانية واستخدام الطائرات بدون طيار القتالية ومهارات القتال في المدن الذكية، كل ده علشان يفضلوا في القمة. وأنا بقول لكم الكلام ده مش عشان أفخم وخلاص، لأ، ده علشان نعرف إن في رجالة موجودين بيحمونا وإحنا نايمين. لكن الأهم إنك تسأل نفسك، أنت بتعمل إيه علشان تكون قد المسؤولية؟ في النهاية أحب أقول لك، طول ما في ناس زي رجالة فرقة الثلاث تسعات محدش هيقدر يقرب من مصر. بس السؤال، إحنا هنعرف نقدرهم ولا هنفضل ناخد كل ده كأمر مسلم بيه؟ لو عجبك الكلام ده وفخور بيهم، انزل في التعليقات واكتب تحيا مصر، وما تنساش تشارك الفيديو مع كل اللي بتحبهم علشان يعرفوا إن بلدنا مش سهل المساس بيها. واوعى تسيب الفيديو من غير ما تعمل لايك وسبسكرايب، لأن الحكايات اللي ورا الكواليس لسه كتيرة جدا. واستناني في فيديو جاي هفتح لك ملفات تانية يمكن أول مرة تعرفها في حياتك. سلام يا بطل. بس كده، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا